في مكان مهجور وسط قبور منسية، في همسات ما بتسمعهاش إلا الأرواح اللي ما راحتش. أنا محمد، ودي حكايتي مع الصوت اللي غير حياتي. ورثت المقبرة دي من عمي الغريب اللي كان بيحكي عن الأرواح واللعنات. ما كنتش باخد كلامه بجد لحد ما وصلت هناك وحسيت بقشعريرة غريبة. المكان كان مهجور، ضباب بارد وصوت الشجر بيصرخ فجأة، والهمسات بدأت توصل لي كأنها بتستنى حد يسمعها. سمعت اسمي واضح، قلبي بدأ يدق بسرعة. حاولت أقول مين، مفيش رد، بس الصوت قال ساعدني، ساعدني أطلع من هنا. حسيت إن في عيون بتتبع لي كل خطوة، صوت صرير وأصوات غريبة حواليا، والريح بتعصف فجأة والهمسات بتزيد. سمعت صرخة طوية، صوت حد بيعاني. الأصوات جاية من كل الاتجاهات بس مفيش حاجة واضحة. شفت ضوء ضعيف بيتحرك بين القبور، ظل ضبابي بيهمس بكلمات مش مفهومة. الأرض تحت رجلي بدأت تهتز، التراب دافئ بشكل غريب. حسيت بوخز في أصابعي كأن الأرواح بتحاول توصلني رسالة. ظهر طفل صغير ضبابي، عيونه مليانة دموع، وقال لي أنا تايه هنا، ساعدني ألاقي طريقي. شفت ذكريات الطفل، لعب وضحك مع أهله، وبعدين حادث مأساوي خلى روحه تتعلق بالمكان. لقيت قبر مفيش عليه اسم، عليه ختم معدني غامض. لمسته وحسيت ببرودة بتخترق عروقي. وقعت على الأرض وحاولت أهرب، حسيت بحاجة بتلحقني. ركضت لكن الصوت كان ورايا دايما. قلت لنفسي مش هسيب الموضوع كده، لازم أعرف الحقيقة وأوقف اللعنة. وبدأت أفتش في كتب عمي القديمة، جمعت شموع ورموز وكتب ورسمت الرموز على الأرض. الطقوس بدأت والرياح زادت، الأصوات بقت صاخبة، ضباب كثيف وأشباح بتظهر وتختفي. حاجة غريبة بتشدني. وقفت وسط الظلام، حسيت بإرهاق بس لازم أكمل. وبدأت أفكر في حياتي وخوفي. سمعت ترانيم قديمة، الصوت بيديني طاقة. الجو اتغير وكأن الأرواح بتحاول تساعدني. ظهرت ظلال مظلمة بتحاول تمسكني. هربت وأنا بصرخ لكنها كانت ورايا. الطفل رجع وقال لي أنا معاك، مش هسيبك، وبدأ يساعدني ألاقي الرموز الصح. بعد ساعات انفراج في الضباب، وروحه قال لي شكرا يا محمد، حررتني. رجع الهدوء للمكان. بعد معركة طويلة رسمت آخر رمز والهدوء رجع، بس عارف إن لسه في أسرار كتير. حكايتي بتعلمنا إن الشجاعة قدام المجهول بتكسر القيود. حتى لما الدنيا تكون مظلمة دايما في نور مستني يطلع. لو عجبتكم الحكاية اعملوا لايك واشتراك عشان تسمعوا قصص أكتر.